تعالوا نعمل الفراخ المقرمشه. وصفه سهله ولذيذه ومكوناتها كمان كلها موجوده عندنا في البيت. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف عملنا الفراخ الحلوه دي ازاي. تعالوا بينا كده نسمع صوت القرمشه. حلو جدا. لازم الفراخ بتاعتنا يكون حجمها صغير، يعني الفرخه دي كانت 1.5 كيلو. هبدا كده اقطع بقى الفراخ بتاعتي بالشكل ده. هاجي من عند المفصل واقطع كده بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. شايفين؟ هحدد كده بصباعي من عند المفصل بالظبط وابعد خالص عن العظم، عشان لما الفراخ بتاعتي لما تستوي ما يبقاش حوالين العظم اي دم او اي حاجه. هنقطع بقى الفراخ كلها كده بالشكل ده، وهنحضر بقى التتبيله بتاعتها. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ. عندي كمان معلقه صغيره ونص من الملح، معلقه صغيره بس مليانه من البابريكا، نص معلقه صغيره من الجنزبيل، وعندي معلقتين صغيرين مليانين من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر. عندي كمان ليمونه مقطعاها شرايح، ومعلقتين كبار من الخل. ضفت عليهم كوبايه ميه. هقلب بقى المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده، وهجيب الفراخ بتاعتي هبدا كده اعمل فيها بقى نغزات او فتحات علشان التتبيله تدخل كده جوه الفراخ وتتشرب منها وتبقى حلوه جدا. شايفين؟ هنعمل كده كلها نغزات فيها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. هقلبها بقى مع بعض كده كويس جدا، وهغطيها واسيبها في التلاجة مش اقل بقى من 6 ساعات، وممكن كمان لو قعدت من بالليل للصبح يبقى حلو جدا. هنجيب بقى الكفر بتاعها اللي هو عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، ضفت عليها نص كوبايه من النشا. عندي كمان بابريكا وملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، وكمان توم بودر وبصل بودر. زودت عليهم بقى معلقه صغيره من مرقه الدجاج، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان معلقه صغيره من الكركم عشان يديني لون حلو وجميل. جبت الفراخ بتاعتي وبدات كده انزل في التتبيله. هقلبها حوالي 10 مرات، وهرجع احطها تاني في التتبيله استايله، وبعدين هناخدها تاني على التتبيله بتاعت الدقيق والنشا. هنرجع نقلبها تاني 10 مرات بالشكل ده. شايفين؟ هتك عليها كده تكه خفيفه وانا بقلبها. هتطلع بقى قدامنا بالجمال ده. بصوا التعريجه بتاعتها بقى عامله ازاي، دي اللي بتديها القرمشه الجميله بتاعتها. تعالوا نعمل قطعه كمان. هناخد كده قطعه من التتبيله استايله وننزل كده في الدقيق والنشا. هقلبها بقى مش اقل من 10 مرات. شايفين انا وانا بقلب هنا بتك كويس جدا كده. هاخدها بقى واحطها تاني في التتبيله استايله، وارجع تاني على طبق الدقيق والنشا، وهرجع تاني برضو اقلبها مش اقل من 10 مرات. حلو جدا. هنا انا كنت حاطه بقى حله كده صغيره شويه فيها زيت. هنا درجه الحراره بتاعت الزيت عندي متوسطه، الزيت ما كانش حامي قوي. نزلت كده بالفراخ وهديت النار، وبدات بقى اسيب الفراخ بتاعتي 6 دقايق على نار هاديه. بعد ال6 دقايق طبعا هنا انا كنت مغطياها، بعد ال6 دقايق شلت كده الغطا وقلبتها كده على الناحيه التانيه، ورجعت برضو سبتها على نار هاديه 6 دقايق. لازم الفراخ بتاعتنا تقعد على النار مش اقل من 12 ل 14 دقيقه على نار هاديه، عشان الفراخ تستوي من جوه وتطلع بقى بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. طلعت الفراخ بتاعتي بقى على شبكه، وحطيت كده قطعتين تانيين، وهبدا برضو اغطي عليهم وهدي النار واسيبهم برضو مش اقل من 12 دقيقه. الفراخ بتاعتنا طلعت اهي بالجمال اللي احنا شايفينه ده. طبعا طلعنا الفراخ كلها على شبكه او على مصفى علشان تتصفى وتفضل كده محتفظه بالقرمشه بتاعتها. بصوا يا جماعه بقى الفراخ بجد احلى والذ واطعم فراخ ممكن تاكلوها. بجد سهله ولذيذه، وزي ما قلت لكم كده مكوناتها كلها موجوده في البيت. بصوا بقى هنا القرمشه بجد خطيره. تعالوا كده بقى نسمي الله ونفتح كده واحده من جوه نشوفها. طبعا هي سخنه لسه طالعه من الزيت، بس انا بحاول كده امسكها واوريها لكم من جوه. بصوا يا جماعه اللحم ابيض وجميل ازاي، حلو جدا بجد خطير. تعالوا كمان اوريكم كده العظمه من جوه. شايفين؟ بصوا العظمه ابيض ازاي، حلوه جدا. يلا اعملوها في البيت للولاد، الولاد هيفرحوا بيها جدا، واحلى وانضف واطعم كمان من اللي بره 100 مره. جربوها وما تنسوش بقى تعملوا لي الفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.